عم عبد العزيز فاق طلب يشوف وشكله كده بيودع العب سلام يا أبوي ردع عمك فين مهما كان اللي بيننا تمشي بخير برضه يا زعلانين من بعض ليه زعلانين من بعضينا ليه علشان إيه عشان وردة ومصطفى قالت وردة تبي تقول إيه يا أبوي رد عبد العزيز اسمعي كلامي للآخر يسعد موافق جوازة مصطفى ووردة خلصت الكلام متزعلش مني خلاص مسافر مش عايز حد يزعل مني لا قريب ولا بعيد أنا بنتي عملت كده ليه؟ عملت معاكي كده لأنك ما تثبتيش على رأيي يا أم وليد الكلام ده متى ينفع؟ مصطفى ابن عمك بيحبك من أيام وأنتوا صغيرين بكرة تفهم كلام يا وردة على كده رد من البال أهم حاجة تقوم بالسلامة ولكش دعوة بأي حاجة بعد كده قال مسك المصطفى جهز نفسك بكرة الناس كلها وقعت الذرة اشقرنا واحنا كمان اشتغلنا في اللي حصل خلاص حصل وعمك راح وبيجي زين قول ولاد عمامك بكرة أنفار الزرعة كلها لازم توقع بكرة محدش عارف اللي يحصل كده بعد كده المستشفى زمرت أجهزة مستشفى فجأة وغرفة عبد العزيز دخل الدكتور وقال بقال الله بلغوا